السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي داخل مصر وخارج مصر؟ النهاردة جاية لكم بوصفة هتعجبكم كتير. هنعمل الشاورما السوري بكل اسرارها وتكاتها. ده كده شكل الشاورما السوري. ايه رأيكم فيها؟ اتمنى ان هي تعجبكم، ويلا نبتدي الطريقة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي داخل مصر وخارج مصر؟ النهاردة هنعمل وصفة هتعجبكم كتير. هنعمل الشاورما السوري بطريقة سهلة جدا جدا، وهتطلع احسن من بره. نبتدي يا حبايب قلبي المكونات بتاعتنا. وقبل ما نقول المكونات ما تنسونيش يا حبايب قلبي، لو اول مرة تدخلوا قناتي لايك واشتراك فضلا وليس امرا، عشان يوصل لكم كل وصفة جديدة. اول حاجة انا عندي كيلو بانيه مقطعاه قطع رفيعة كده زي الشاورما، تمام. وعندنا بصلة كبيرة متقطعة جوانح، وقرنين فلفل رومي، ومعاهم قرن فلفل حار، ده اللي بيحب الحاجة حراقة. مش بتحبيها حراقة ممكن تستغني عن الفلفل الحار. وعندي معلقة ملح صغيرة، معلقة فلفل اسود صغيرة، وعندي ليمونة معصورة. وسر بقى الشاورما عشان تطلع بالطعم اللي بنشتريه من بره في الكيس دي خلطة الشاورما السوري، بتطلع لك نفس الشاورما بنفس النتيجة والطعم اللي بتشتريه من بره. جميلة جدا، وانا جربتها اكتر من مرة فعلا. كل اللي يدوقها كأني انا شاريها من بره. ومعانا الزيت. اول حاجة هنبتدي الطريقة. هنعمل ايه؟ انا عندي الطاسة اللي انا هشتغل فيها، تمام. نوسع كده بحاجة. ادي الطاسة اللي هنشتغل فيها. هنعمل ايه؟ هضيف شوية زيت كده، مقدار ربع كوباية زيت صغيرة. وهجيب كيس خلطة الشاورما هنضيفه على الزيت. الملح والفلفل الاسود، الليمونة. بس هي دي خلطة الشاورما، هي دي خلطة الشاورما، وهتيجي نفس النتيجة اللي انتي بتاكليها من بره، نفس الشاورما اللي بتشتريها من بره. ولا تحطي اي توابل من عندك غير الملح والفلفل الاسود بس. انا قلبتها كده زي ما انتوا شايفين. كل الخليط ده نقلبه كويس. كده خلاص. هنضيف الشاورما بتاعتنا اللي هي قطع الفراخ، وابتدي اقلب كل ده كده مع بعضيه. طريقة سهلة وبسيطة والطعم خطير جدا. كده احنا قلبنا كل المكونات زي ما انتوا شايفين مع بعضيها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ يلا بسرعة بقى على البوتاجاز نشوف بقى الطريقة بتاعتنا هتطلع نتيجتها ايه. يلا مع بعض. كده احنا حطيناها على البوتاجاز وببتدي اقلبها. انا بستمر كده في التقليب زي ما انتوا شايفين لغاية ما تتشوح معايا وتحمر.
احنا بنستمر في التقليب عشان هي ما بتاخدش وقت خالص، والريحه بتاعتها الريحه رهيبه رهيبه جدا. انا اول مره جربت الطريقه ديت بالكيس اللي هو فيه توابل الشاورما، كنت اول مره اجربه، ما كنتش اعرف ان هي هتطلع بالنتيجه الحلوه ديت. لما جربتها فعلا استغنيت عن مكونات كتيره قوي كنت بحطها في الشاورما، وطلعت فعلا طعمها زي بره بجد. عايزاكي بقى تجربيها، ودعوه حلوه بقى من القلب. كده يا حبايبي اهي، كده هي شربت الصوص كله بتاعها وابتدت تتشوح زي ما انتم شايفين. انا بقى بقلبها كلها عشان ايه توصل كلها معايا باللون ده اللي هي التشويحه ديت زي ما انتم شايفين. كده اهي خدت اللون اللي احنا قلنا عليه، اتشوحت واحمرت معايا. ابتدي اضيف لها بقى البصل مع الفلفل، ونديها بقى تقليبتين بالراحه بقى. طبعا انا بشوح الخضار ده معاها، هيدي طعم جميل جدا للشاورما. كده زي ما انتم شايفين انا شوحت الخضار، يعني بمعنى ايه قلبته تقليبتين. انا مش عايزاه يستوي معايا عشان احس بقرقشه البصل مع الفلفل، بتدي طعم حلو جدا للشاورما. وكده تبقى الشاورما خلصت، ونعمل احلى سندوتش مع بعض. يلا بينا. كده يا حبايبي بقى هنعمل السندوتش مع بعضينا. دي التوميه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. هجيب السندوتش هفتحه كده، انا هعمله فينو، وهبتدي احط طبق التوميه. طبعا حسب ما انت ما بتحبي بقى، كتيره قليله براحتك، احنا بنحبها كتيره شويه اهي. كده كده حطينا التوميه زي ما انتم شايفين، وهبتدي اضيف الشاورما كده. ادي الساندوتش بتاعنا. عايزه بقى تحطي كاتشب تحطي، ايه رايك؟ كده يا حبايبي خلصنا الساندوتش بتاعنا وحطينا معاه البيبس. وايه رايكم بقى في الشكل النهائي؟ اتمنى يكون عجبكم، واتمنى وصفتي تكون عجبتكم وتكون بسيطه عليكم. وما تنسينيش يا حبيبه قلبي في دعوه حلوه لو الوصفه عجبتك ولقيتيها فعلا تستحق الدعوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.